السلام عليكم، تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل الاحرار والشرفاء. انس حبيب، انس حبيب اللي خطف الانظار، انس حبيب اللي على قد سنه الصغير الا انه راجل ومقامه كبير. انس حبيب اللي اتصرف لوحده تصرف فردي احتار فيه الكل. يعني ايه احتار فيه الكل؟ تعالى لي بقى. انس حبيب عمل من وجهة نظره وكيفما تراءى لي ما يبرئه امام الله سبحانه وتعالى من دماء المسلمين. يعني في ناس اصلا طالعه على السوشيال ميديا بيدعوا الحكمه، دول اللي هم على طول الخط هتلاقيهم يقول لك الحكمه تتطلب معرفش ايه. انت جهزت الاول؟ اصل العمليه ما بتتاخدش كده، يا مش خناقه وعركه في خماره والكلام اللي هو بتاع اللي انتوا سمعتوا قبل كده. مثلا يعني ايام قافله الصمود وقافله الكرامه ومركب مادلين وكل شيء فيه دعم حقيقي لاخواتك في فلسطين، هتلاقيهم هم نفس الكلام بنفس النبره بنفس الطريقه بنفس التعليمات بنفس دوسه الزرار على السامسونج بتلاقيهم في الشاشات، بيدوسوا الزرار على السوشيال ميديا هتلاقيهم طالعين لك زي اللجان هم لجان مأجوره. يعني نفس الكلام هو. انس حبيب بره ذمته. كل واحد يا جماعه تقديراته للامور نسبيه. ممكن واحد يعمل زي انس، ممكن واحد يعمل حاجه تانية، ممكن واحد يختار طريق ثالث. كل انسان له رد فعل مختلف عن الانسان الغيره، ولكن يبقى المعيار والضابط انه ساب الشلته وساب الكنبه وساب بيتهم ونزل وتحرك وعمل حاجه ايجابيه، وقرر ان هو مش هيقف سلبي يتفرج على دماء المسلمين والعرب وهي بتزهق بالمنظر ده. عشان لما نشوف احنا كل يوم اطفال جلد على عظم او هياكل عظميه قدامنا بيحتضروا بدم بارد، ومسلمين بيبقوا ماشيين في الشوارع يتساقطوا في الطرقات من شدة الجوع، ده ناهينا عن القصف والحرق والإبادة الجماعية. ومصر والأردن تحديدا قبل كل الحلاليف العرب، مصر والأردن قبل كل الحلاليف العرب سواء حكام أو محكومين متخاذلين أو راضيين أو سلبيين، تمام؟ مصر والأردن تحديدا حطهم على جنب كده وخذلانهم على جنب وخذلان العالم كله وأمة العرب كلها لوحده على جنب. يقفوا يبقى كذاب وقليل الأصل مفتري اللي يقول لك متفرجين، لا مشاركين. مصر والأردن مشاركين في التجويع، في الحصار، في القصف، في الإبادة، في المحرقة، في المسلخة، في الذل. ويقول لك يمكن دي أحقر جملة بسمعها على السوشيال ميديا اليومين دول: ما اللي عايز يروح لهم يروح من البحر، ما اللي عايز يروح لهم. ده المصري يقول لك اللي عايز يروح لهم يروح لهم من الأردن، اللي عايز يروح لهم يروح لهم من سوريا، والاردني يقول لك اللي عايز يروح لهم يروح لهم من مصر ومن سوريا، والسوري يقول لك اللي عايز يروح لهم. على فكره احمد الشرع برضه نسخه ثالثه يعني من مصر والاردن. اوعوا تفتكروا ان احمد الشرع ده حاجه ثانيه غير ان هو حاجه ألعن. يعني الألعن ليه؟ لانه جاي لك، انت فاهم، جاي لك بصوره مش واضحه، عامل نفسه خلاص. طب المصري والاردني الاثنين انتوا فاهمين الوضع، احنا فاهمين ان هم جزء من حكومه نتنياهو، مفيش اي مشكله خالص. ده بالنسبه للنظامين، النظامين دول ما هم الا يعني جزء من حكومه نتنياهو. انما احمد الشرع ده جاي لك برداء تاني وبسمت تاني وبلحيه تانيه وفهمك انه ما علينا. فالناس اللي بتقول لك يروحوا من البحر او يشوفوا لهم سكه تانيه، اولا انت اسال نفسك: انس حبيبي اللي انت بتتريق عليه، انس البطل ده، بطل اللي امن على الشلته، انت قاعد على الشلته وبتنظر عليه. اولا هل يفتي قاعد لمتحرك واحد شايف ان هي دي الفريضه الغايبه اللي ممكن يعملها فعملها بالطريقه دي؟ انت بقى قاعد بتتريق عليه او بتسخف او بتهيف او بتهاجمه وانت قاعد على الشلته. فوانت قاعد على الشلته وما زهقتش لسه منها وما غيرتش وضعك اللي على الشلته وعمال تقول انا هعمل ايه، واللي يجي من البحر، انت ما سالتش نفسك سؤال: انت سبت ايه لافريقاي وسبت ايه لجيش الاحتلال واعلام العبري ان هم ما يقولوش؟ ده رقم واحد. اثنين، هل انت مسلم او مسيحي؟ هل انت عربي؟ يعني انت شايف في نفسك ان انت عربي؟ ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، هو حيلة خالتك، صفقات السلاح اللي جاع بسببها الشعب المصري، جاع بسببها الشعب المصري، دي لازمتها ايه؟ يعني هل مثلا في النهايه نحطها في المتحف المصري؟ هنحطها في المتحف الاسلامي؟ هنحطها في المتحف القبطي؟ هنخللها يعني وناكلها مثلا بعد الغداء؟ ويقول لك اصل احنا مش رايحين نحارب. حبيبي هو جاي لك يعني اللي مش عاجبك اللي انس عمله، اسال نفسك طب انت عملت ايه اولا؟ يعني انت ناوي، بلاش عملت ايه، انت ما عملتش حاجه، انت عمال بس تنظر. هتعمل ايه؟ يقول لك انا بدعي لهم.
دي اشكال نكسه عايشه وسطنا كتير، بدعي لهم. لا، وهو الاحتلال هيمشي بدعاك انت. يعني محمود عباس مثلا واحمد الشرع اللي هم نسختين هم زي بعض، الاثنين بيقول لك احنا هنفضل ماشيين في ونخوض في مسارنا الدبلوماسي. في يعني احتلال بيمشي بالدبلوماسيه؟ لا، ما بيمشيش بالدبلوماسيه، وانت عارف كده كويس. ما فيش احتلال بيمشي بالدبلوماسيه ولا مساعي الدبلوماسيه، صح؟ ولا بيمشي بالدعاء. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ايه السعي اللي انت سعيته؟ ما عملتش حاجه، خلاص بتنظر على انس وبس، صح؟ فده اول سؤال تساله نفسك. اولا انت عربي، اولا انت عربي، انت مسلم، انت مسيحي. اثنين، هل دعاك هيمشي محتل؟ ثلاثه، وده الاهم، انت شايف ان السلاح والصفقات قلت لك اللي جت واللي جاعوا المصريين عشانها مش كافيه انها تواجه الكيان؟ طب هي كانت بتتعمل ليه وبتبرم ليه الصفقات دي؟ وانت كنت بتسقف لها ليه؟ 4، وده الاخطر، الخريطه اللي مرسومه على كتف الافرولات بتاع جيش الاحتلال اللقيط، اللي هي فيها دولتهم المزعومه دي، ما بتدكش مؤشر ان هو جاي لك. بس لو اختفى، لو اختفت غزه واختفى رجاله واسود غزه، هل انت هتواجه؟ ده انت بنفسيتك دي، بعقيدتك المتهاويه دي، بايمانك الهش ده، اقسم بالله ما تصمد ساعتين. هو جاي لك، ودي بقى الخلاصه. هو جاي لك، بس هي مساله وقت. اياك تفكر يا اللي بتتريق على انس. على الاقل انس قلت لك برأ نفسه وبرأ ذمته من دم المسلمين. انت بقى ناوي تعمل ايه غير ان انت قاعد على الشلته بتقول بدعي؟ وهو كده جاي لك. هو جاي لك عشان هو مش معترف بيك. هو كده جاي لك عشان هو اصلا بيربي اطفاله على ان هم يسبوا نبيك ويسبوك، وفي كل لقاء او ماتش او اي تجمع او ايفنت ليهم لازم يهتف بموتك ويسب رسولك الكريم من باحات المسجد الاقصى ومن داخل المسجد الاقصى ومن الحرم الابراهيمي، وانت تقول اصل ده تصرف اهوج، هو وفقا لسنه وما تراءى ليه اتصرف. انت عملت ايه وهتعمل ايه لما يجي لك اجبار ويتفرض عليك الحرب اللي انت بتهرب منها عمال بقالك من 73 بتهرب منها؟ اللي بيهرب من مواجهه مكتوبه عليه بيدي فرصه لعدوه يخطط ويقعد يذاكر ويدرس التوقيت الانسب اللي يضربك فيه. عندنا مثل بقى احنا كرياضيين، انا بتاع جودو مثلا، بتاع فروسيه، انا اعرف اتعامل مع كده وكده. خلينا في الجودو، يقول لك اللي بيدافع كتير لازم هيتهزم. على فكره دي نظريه في اغلب الرياضات، حتى المنتخب اللي بيقعد يدافع كتير او فرقه كوره اللي بتقعد تدافع كتير هتجلي منها واحده وتدخل فيها جول. وعندنا مثل تاني بيقول لك الكف السابق غالب، اللي بيبدا الضربه الاولى يحقق 50% من او بيقرب 50% من الفوز. فلو سبته هو يخطط لك ويقعد يحيك ليك المؤامرات ويقعد يدرس براحته وانت تتفاجئ بالضربه عشان بس كنت واهم نفسك انك لو بقيت كيوت ما انتش زي مثلا المقاومه، ما انتش زي اليمن، ما انتش زي لبنان، فانت هتعيش معاه في سلام. لا، هو كده مش قاعد مثلا عشان هو ناوي يكمل معاك في الوضع ده، هو جاي لك، هو جاي هي مساله وقت، هو جاي. انت بقى جاهز للقاء ده؟ انت مش جاهز بالعقيده الهشه اللي جواك دي، بنفسيتك المجروحه دي. انت تحولتوا كلكم لالهام شاهين. الاغلبيه يعني هي اللي تحسك بيتكلم الهام شاهين، حاجه طريه كده مهلبيه زيها، حاجه رخوه زيها. تقدر انت تواجه؟ انت مش هتعرف تواجه وما تقدرش تواجه. فلما هتتفرض عليك بعد كل الصفقات دي اللي انت جوعنا عشانها، هتبقى انت معاك اللي يخوف ويرهب، مش هتستخدمه لانك جبان. دي الحقيقه، انك جبان. حقيقتك ان انت جبان، هي دي الحقيقه، محدش يهرب منها. عارف انت لو معاك اللي اقوى من اللي عنده والله برضه هتفضل جبان. اصل الرجوله اللي بتنتقد انس وتصرف انس، طبعا كل واحد قلت لك له طريقه في ان هو يعبر او يعكس غضبه او يعكس رفضه لاي شيء. لكن اللي بيحصل طبعا قدام العالم ده كله ده مش عايز حد يعكس، ده عايز ناس تفعل. شعب باكمله او امه باكملها كانت المفروض تفعل يعني. بس ما علينا. هيبقى معاك قلت لك اقوى ممكن يكون معاك اقوى مليون في المية من اللي عنده ومش هتعمل حاجه، عشان انت سبت نفسك لحد ما الدول العميقه في كل دوله عربيه وكل نظام مطبع خلاكوا اشباه رجاله. ارجل ما فيكم الهام شاهين.
تخيل بقى، كلكم على نفس النسخه دي، الرخوه الجيلي دي. ادي عقيدتكم، وادي ايمانكم، وادي شخصيتكم وهويتكم. حولوكوا الى مسوخ، حولوكوا الى مسوخ. مهما كانت قوتك وتمتلك معاك العده والعتاد اللي يوقفك، برضو انت جبان، ما تقدرش تدوس على الزناد اللي تدافع بيه عن نفسك. مع انك انت المفروض تطلع راجل وانت تهاجم اللي اغتصب حقك وانتهك ارضك. ده لو انت راجل يعني، ده لو انت راجل. انس، انت فخر يا انس، مش عشان الموقف ولا التصرف، لا، عشان انت سبت الشلته وقمت عملت حاجه. انت ولد راجل وتسلم البطن لربتك. واي انسان راجل المفروض ان هو ما يبقاش مكانه على الشلته النهارده. الدم والارواح اللي بتزهق كلنا هنتسال عليها. ولما نوصل ان احنا نبقى 2 مليار مقطف مش قادرين يغيثوا 2 مليون تاج راس على راسنا كلنا، يبقى مبروك للكيان والعملاء واجنحه وكلاء الكيان اللي هم الانظمه العربيه. خليكم كلكم يا امه ال 2 مليار ويا 450 او 430 مليون عربي زي الفراخ، تدخلوا العشه بعد العصر او بعد المغرب، تنام ما تصحاش الا لما يضرب لك نوبه يقظه او نوبه صحيان علشان تطفح وتشرب وتتكفي تاني تنام بعد المغرب. اشوفكم على خير. لو كنت من اهل الدنيا اللي ينظر على انس يقول لي هو ناوي يعمل ايه غير انه يتأفف زي شيخ الازهر او يدين زي شيخ الازهر او يشجب زي محمود عباس واحمد الشرع جولاني، مجاهد سابقا، كيوت مودرن، مسالم حاليا. اللي بيختار السلم مع دول بيفضل تحت جزمتهم مؤقتا لحد ما هيكنسوه خالص. دول اصلا مش شايفينك، مش معترفين بيك. يا اللي عايز تعيش معاهم في امن وسلام وتعايش، هم مش هيسيبوك اصلا. استمتع حتى باللي انت بتأمل بيه، انك تكمل على هذا الوضع ده مؤقت. وكل اللي انت شايفه في محاولاتنا احنا كرجاله ان احنا نحاول نخليك راجل هتندم عليها قدام. هو جاي لك، جاي لك، استعدت له. انا شايف ان مفيش حد استعد الا انس. تسلم البطن لشريتك يا بطل. سيبوا الشلته وفرقوا الكنبه والسرير واعملوا حاجه تقابلوا بيها ربكم زي ما تبرأ انس من دم المسلمين. لا اله الا الله.